أنا نطرح سؤال. شباب بلوزداد اليوم أمس مثل الجزائر. شباب بلوزداد من الفرق اللي عندها يعني استقرار في العطاء، ومثلت الجزائر السنة اللي فاتت وقبلها، وكانت يعني في المستوى طموحات الجمهور الجزائري. أنا نتساءل اليوم الإنسان أو الشخص هذا اللي بعد مباراة الجياسكا في 5 جويلية 24 ساعة من بعد يعني يدير مباراة ثانية، وإحنا نعرفوا، إحنا كجزائريين نعرفوا اللي يصير لما تلعب مباراة في ملعب مثل ملعب 5 جويلية. يعني لو كان عندنا ناس أكفاء اللي يردوا الملعب في الحالة الطبيعية نتاعو، هو أو أصلا مع الجياسكا ما كانش في حالته الطبيعية، فيما بالك تلعب عليه حرثوه الجياسكا والكازابلانكا، بعد تجيب فريق شباب الوزداد يلعب في ملعب 5 جويلية 24 ساعة من بعد. ونعرفوا لما تستقبل هذه مباراة، يعني مش أي مباراة، ديربي مغاربي أكيد، لما تستقبل تيوبليجي تفير لو جو، أنت اللي لازم تصنع اللعب، أنت اللي لازم تبني اللعب، والفريق الخصم يجي يكتفي بالنقطة واحدة تسهل له المهمة. إذا الملعب بيكون في حالة جيدة أو يكون في حالة متوسطة أو يكون ما عندوش مشكل، جاي افيك اون تاكتيك غالق اللعب، يروح اون كونتر كونت يلفو، ولا بروف سجلوا هدف على اثر يعني هجمة مضادة عكسية. نظن انا المسؤولية قبل ما نتكلم على الجانب التكتيكي ولا الجانب الفني اللي نتكلموا عليه من بعد، نظن اللي دار اللي برمج شباب بلوزداد في الملعب هذا، يعني ما نقدرش نقول عنده بالك عنده شيء مع السي ار بي، ما نتكلموش الكلام هذا تاع كلام تاع مقاهي، ولكن هذا عنده مشكل في موش كفء وما يستاهلش يكون في المكان هذا. ويجب على السلطات او المسؤولين اللي قايمين على الرياضه في الجزائر، هذا الفريق مثل الجزائر كما قال تعبنا يا نمار، لازم ياخذوا الاجراءات على الناس اللي يغلطوا ويديروا غلطات مثل هذا. يعني احنا كل يوم نروحوا للجانب ما لعبوش مليح على طاوله ارضيه الميدان، يعني جزء كبير في خساره. كان عندها دور كبير في تضييع الفرص وفي الاداء اللي اداه شباب بلوزداد. كثير من الناس يقولوا داروا مباراه جيده لانه وصلوا. انا عندي مش شباب بلوزداد اللي نعرفوه من قبل ما كانش يعني في المستوى اللي نطمح له، لو كان في المستوى كان يهنينا ب2 أو 3 أهداف. ربما تحملوا النوع